مرحب بكم مرة تانية في فيديو جديد، والنهاردة إن شاء الله هيكون موضوع الفيديو بتاعنا عبارة عن سؤال: هو أنا بذاكر ليه؟ أو إحنا بنذاكر ليه بشكل عام؟ أنت بتذاكر لعدة أسباب. أول سبب إن لازم ربك يرضى عنك، لأن طلب العلم أصلا فريضة على كل مسلم ومسلمة، وعشان برضو تاخد الثواب، لأن ربنا قال: وقل ربي زدني علما. أنت بتذاكر علشان تدخل السعادة على قلب أبوك وأمك، لأن الناس دي أصلا بتتعب على مدار السنة، على مدار حياتك كلها، عشان يقدروا يوفروا لك الفلوس والأكل والشرب. فمن حق الناس دي برضو إن هي تفرح إنك تجيب مجموع عالي. وانت بتذاكر برضه عشان انت اصلا عليك مسؤوليه. انت عليك مسؤوليه نفسك، انك المفروض خلاص تبدا تتحمل المسؤوليه، وانك تبدا خلاص، لان انت ان شاء الله ده اللي هتحدد المجال اللي انت هتشتغل فيه. وعشان يكون ليك لازمه صراحه، يعني انت المفروض، طب انت تذاكر طيب اصلا، يعني اي حاجه في الدنيا دي محتاجه تعب عشان تنجح فيها. فانت اتعب في الثانويه علشان ان شاء الله تبقى حددت المجال اللي انت هتشتغل فيه. وعايزك تفتكر دايما ان الراحه في التعب، وان التعب في الراحه. اجتهد واعمل اللي عليك. سلام.